خلص ضرب ازاي يعني وقف عن الخناقه ازاي؟ لما الجيران الضرب بدأ من الشقة فوق وصل لحد الشارع تحت. انت نزلتي؟ انا فتحت باب الشقة، كان قافله بالمفتاح، فتحت وجريت لاني اهله واقفين بره خايفين يكسروا باب الشقة، سامعين صواتي، ناس اتلمت، ايه ده حريقة يا جماعة، ده حريقة. الناس ابتدت تسكت، الصوت زاد، الناس اتلمت تاني، يا جماعه الصوت ده مش طبيعي، لا ما فيش حاجه ان شاء الله خير. مين اللي بيقول ما فيش حاجه؟ اهله، ما هو اهله واقفين قدام باب الشقه مش عارفين يعملوا حاجه، لا قادرين يخشوا يخلصوني من ايديه ولا قادرين يكسروا باب الشقه، والناس عماله ملمومه. مش قادرين يكسروا باب الشقه؟ خايفين منه، خايفين منه. طيب ما فقش بعديها وجي قال لك انا اسف ولا اي حاجه؟ لا، ده بعت لي تهديد لسه اول امبارح، اني لو اشتكيتي او عملتي اي محضر واتحبستي يوم هخرج اخلص عليكي على عتبه بيتكم. انت رحتي عملتي محضر؟ بس لسه ما اتقبضش عليه؟ لا، اتحددت جلسه في المحكمه يسمعوا الاقوال وياخدوا بقيه الاوراق التقارير الطبيه اللي انا عاملاها. ومش عارفه، انا حاسه ان هو دمرني، ولا انا خارجه من الشقه بعبايه واحده عليا متقطعه وبنزف دم من كل حته، مش عارفه يعني لحد الان انا مش عارفه، رغم المحضر اللي انا عملته والتقارير الطبيه اللي طلعت، بس بجد انا مش عارفه انا هعمل ايه، هعمل معاه ايه، وولادي اللي معاه دول اللي انا مش عارفه اوصل لهم، حتى تليفوني واخدي معاه ازاي بقى؟ معاه لان انا خرجت اجري باستنجاد للناس ان انا بتضرب، بموت ضرب موت، ضرب هستيري، وبني ادم مش طبيعي قدامي. فالجيران اتلمت، على ما الجيران جايه بتسلك لف من الناحيه الثانيه وسكينه بقى في وشي، لقيت الدم نازل مش شايفه. وشك هنا واخده 15 غرزه داخلي وخارجي من جوه البر. هو ضربك الاول بشومه بتاعت السرير اللي هي بالخشب السرير؟ ايوه بتاع السرير. بعد كده الطبليه، بعد كده كده، بعد كده بايديه الاتنين طخ في وشي كده انا، وبعدين سكينه، وبعدين بقى راح خابدني بظهر السكينه في وشي كده، اتفتح مش شايفه عيني دي ورمت ملامحي اتغيرت. انا بقيت داخله المستشفى الناس كلها بتتفرج عليا وبتعيط، انا مش فاهمه انا شكلي فيه ايه. طيب انت مش هترفعي طلاق؟ لا هرفع، بس عايزه اللي يساعدني بجد، عايزه اللي يساعدني عشان اخد اولادي. ولادك سبتيهم معاه من ساعتها؟ انا مشيت من ساعتها في حاله يعني، وصلت ل3 مستشفيات رافضيني. لا معلش يا جماعه ما نقدرش، طلعوا بيها على معهد ناصر او القصر العيني، حالتها صعبه. لحد ما وصلت لمعهد ناصر باستنجاد اللي معايا اخواتي، ارجوكوا اقبلوها باي فلوس باي ثمن، عالجوها والحقوها. ما عندكيش حد راح قالوا انك عايزه الولاد؟ اهلي انا بتصل بيهم على تليفون الجيران، يا حبيبتي قولي لبابا هاتي اخواتك وتعالي وهاتي لي هدوم وحاجات. قالت لي بابا بيقول لي ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها ماما انسوها. وهي ما ينفعش تاخد اخواتها وتجيلك؟ ما ينفعش، بيخافوا منه خوف هستيري، لدرجه انا بطلب منها هدوم شخصيه ليا تقول لي ما ينفعش يا ماما اجيب لك حاجه، مهددني ما اخرجش بحاجه من الشقه. طب هاتي لي اوراق الشخصيه يا حبيبتي، ممنوع، ممنوع. ولا في اهل يساعدوا، حتى اهله مفيش، ما قداميش الا حضرتك، لان انا رحت النيابه اودي بقيه الاوراق النهارده الكشف الطبي. روحي بقى يوم الجلسه وقولي كل اللي عندك وقدمي كل الاوراق اللي معاكي. هي لو خدت اخواتها وهو مش موجود وجات لك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان هو هيضطر يجي البيت يعمل مشاكل، وانا مش عايزه اوصل اخويا للدرجه دي. فانا مش عايزه الموضوع يكبر، انا دايسه على قلبي عشان خاطر برضو اهلي ما يتضروش. يعني انا اتضريت، فاخويا قال انا ممكن اجيبهم، انا هجيبهم لك عافيه، فان ولادي جم عافيه هيجي يعمل الليله، اخويا هيضطر انه يخرج يخلص عليه. طب انا استفدت ايه؟ اخويا راح في داهيه، راح بيته اتخرب. فمضطره ان انا الجا للقانون واصبر وادوس على قلبي شويه واستحمل.